أي أم في حفلة نجاح وتخرج تاع ولادها تحب تقدم لهم الأفضل سواء في الباك ولا في البيام وحتى السانكيام، وتحاول تبحث على حلويات لهذه الحفلات تاع الباك والبيام والتخرج. والحفلات المدرسية تاني تكون حاجة تحمر الوجه، سهلة بنينة وبريزونطابل. اليوم إن شاء الله راح نقترح عليكم هذه الحلويات للنجاح والتخرج، تصلح للبيام للباك. حفلات التخرج والحفلات المدرسية، يعني كل واحدة ومقدورها وكل واحدة بجهدها، حسب جهدها يعني. وبعجينة واحدة راح نحضروا هذو زوج أنواع من الحلويات المختلفة، بكمية كما نقولوا كبيرة، حوالي 85 كعبة، بيناتهم في زوج، وأكيد على حساب المول. وحاولت ننوع في التزيين هكا باش نستعمل الطوابع اللي كنت شاركتها معكم في مشترياتي. الكيكات وتشارك العريان حلويات يعني جزائرية معروفة، لكن اليوم راح نقدمهم بطريقة مختلفة، شوية أسهل وأسرع من المعتاد. نبدأ إذا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. هنا في حاجة تكون ثقيلة، جبت كيلة نتاع سكر وكيلة تاع مزهر وكيلة تاع ما عادي. تقدروا ديروا زوج كيلات مزهر ولا زوج كيلات ما عادي، من بعد ديروا المنكه نتاع مزهر يكون شوية قوي. زدت شوية منكه تاع لافاني وملعقة كبيرة تاع مارغرين، نحطهم على النار. شغل راني راح نخدم العسيلة، لكن نخليها تغلي 10 دقائق. كي نشوفها غير حكمت روحها شوية، يعني بدات هكا تثقال شوية، نولي نحيها، ما نخليوهاش ما مش نخلطوها، نخليوها تسخن ونعاودو نجبدوها من بعد تيبس الخليط. العقدة هذه بدينا بالعقدة، من بعد يبس. بصح كي تخليوه شوية يعقد كيما نقولوا، من بعد يمدلكم تعليكة هايلة ويبقى طري. بعد ما نحيها من النار، نخليها تبرد تدفى شوية برك، ونجيب كمية من الكاوكاو. أنا استعملت 3 كيلات كاوكاو، كيلة بالقشور محمصة ومرحية، متحمصوش مليحة باش يتشرب لكم هذا السوائل. وزوج كيلات درتهم محمصين ومرحيين يعني عادي، قشرتهم. هنا كي تشوفوا الكمية تاع السوائل جات ياسر، تقدروا تزيدوا يعني الكاوكاو حتى تحصلوا على واحد الخليط. دوكا نعته لكم. ملاحظة لهنا هاد العقدة تجي غير بالكاوكاو فقط، لأن الكاوكاو يتشرب السوائل، لكن كي ديروا اللوز راح تكون المقادير مختلفة. خلاص، لأنا حبيت يكون اقتصادي، درت الكاوكاو. إن شاء الله إذا عودتوا باللوز راح نعطيكم الطريقة، يعني راح تجي مختلفة، لأنه ماشي كيما اللوز ماشي كيما الكاوكاو والمكسرات الأخرى. لهنا فرغته في بول كيما هكا، وهذا هو القوام تاعو. خليوه يعود كيما هكا، من بعد حطوه مباشرة في الثلاجة. خليوه ليلة كاملة ولا من الصباح للعشية، ومرة على مرة ديروا له دورة. خلطوه هكا غدوة من ذاك راح تلقاوه كيما نقولوا حكم روحه ولا عجينة. الطريقة هذه تخلي الكاوكاو يتشرب السوائل، من بعد ما يبسش. هذو الجماعة اللي يبسلها الحشو نتاع الكاوكاو. لهنا من جهة أخرى حطيت الخلطة تاعي في الثلاجة، وجيت لهنا نحضر العجينة. العجينة لهنا استعملت كيلة سمن ولا مارغرين، أنا استعملت سمن، وراح نزيد عليها نفس الكيلة زيت، وكيلة ولا عبر نتاع مزهر. هذه الكمية يعني تخرج لكم كمية كبيرة تاع كيكات وتشارك. نزيدو هذه الكمية، وأيضا راح نزيد ملعقة كبيرة تاع سكر ناعم. هذا السكر راح يعطيها قرمشة وحمورة. رشة الملح ما نسوهاش، وتقدروا أيضا تزيدوا ملعقة حليب بودرة، راح يعطيكم إحمرار هايل من الفوق. لهنا زدت كمية من المنكه نتاع لافاني، وهنا زدت منكه نتاع الزبدة. يعني كي ديروها شغل راكم خادمينها بالزبدة، اللي ما يحبوش ريحة المارغرين. لا، انا حبيت نخلطها في هذاك الكيل اللي درته المرة الاولى، يعني جات فاضت كما راكم تشوفوا فيها. بدل درت هذا الطاس وخلطها مليح 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 بالميكسور. يعني قد ما تخلطوها قد ما تعطي لكم نتيجة هايلة. والطريقة هذه قد ما تقعد العجينة والحلوى تاعكم راح تبقى كما نقولوا طرية، ما تيبسش خلاص، يعني لا ضمانتي تقعد بالشهر ما تيبسش. الخليط هذا يتحصلت عليه نحطه في إناء هكا يكون واسع، ومن بعد نبدأ نزيد في الفارينة. لهنا راح ندير 3 كيلات عفوا
على مرة، والكيلة الرابعة نحطها جانبا نزيدها غير بشوية هكا. لازم نغربلهم. هذه الفرينة راهي مغربلة، لازم تزيدوا تغربلوها وانتم راح تزيدوها باش تدخلوا فيها الهواء وتعطيكم نتيجة خير وهشاشة وطراوة. هنا أنا زدت الكيلة الرابعة. تلمت لي العجينة شوية، لكن بقت شوية ناقصة الأخر، ناقصة فرينة. زدت الكيلة الرابعة كاملة. شوفوا لهنا لازم تحصلوا العجينة تكون طرية كيما تاع الصابلي، ما تكونش طرية ياسر باش من بعد ما تذوبلكمش كي طيبوها تولي طالقة روحها وتتكسر فوق الحقون بسة. وما ديروهاش كيما نقولوا قاصحة ياسر، يعني يابسة ياسر. زدت شوية يعني تقريبا. شوفوا واش استعملت كامل استعملت 4 كيلات فرينة ونص بالتقريب هكا، كل واحدة واش تهزلها العجينة. من بعد تقدروا تعجنوها، ما تكثرولهاش العجينة، عجنوها غير شوي، دخلوا فيها ليد هكا، لموها حطوها في كيس بلاستيكي وخليوها ترتاح تقريبا نص ساعة، وتقدروا تخليوها ليلة كاملة في الثلاجة، راح تعطيكم يعني نتيجة هايلة، يعني تطوعكم في الخدمة. دركا كلش وجد. العجينة تاعي راكم تشوفوا فيها خرجتها من الثلاجة، والخليط راهو ولا لي عجينة كيما راني حبتها بالتكستور اللي راني حبته. اللي تحب يعني تشوف الطريقة تاع العقدة هذه، الفيديو اللي قبل هذا راح تلقاه بالتفصيل الممل. لهنا شوفوا. آه، حبيت نشارككم يعني تدبيرة سهلة باش تعرفوا قداش المول هذاك يهزلكم العجينة وقداش يهزلكم حشو، يعني باش ما تبقاوش يعني كي تحبوا توزنوا توزنوا الحشو مباشرة بميزان معين والعجينة بميزان معين. لهنا حكمت المول اللي راح نستعمله. تحطوا فيه العجينة عجينة برك وتشوفوا العجينة هذيك قداش توزن. هكا مثال حي باش تجيكم سهلة. احنا المول هذا في الحبة الواحدة يهز 35 غرام. هكا نولي انا نحي الحشو اللي راح نديرو، نتوما اللي تحكموا فيه، تحبوا ديروا شوية، تحبوا ديروا ياسر، تحبوه محشي مليح، تحبوه محشي لا. انا نحيت كمية هك، هذا اللي راح نديرو حشو. نحي هذيك الكمية اللي راح نديرها حشو، نوزنها. انا جتني 10 جرامات. ال10 جرامات هذيك هي تاع الحشو. نولي نحي هذيك العجينة تاع 10 جرام ونوزنها حشو ونشكل الحبة تاعي عادي. وكي نحطها بعد ما نشكلها ونحطها في المول تجي قد ما تجيش زايدة ما تجيش ناقصة. هنا شوفوا 11 جرام 10 جرامات، يعني ما يهمش كي ديروا لا ديفيرونس تاع جرام ولا زوج. وهذه الطريقة استعملوها مع ليمون كامل. تعرفوا بسهولة قداش راح ديروا فيه حشو وقداش راح ديروا فيه عجينة. طبعا تجيكم طريقة سهلة وسريعة ليه ما تبقوش يعني تشكلوا في الحبة وتشوفوا يكفيكم المول يجي كبير يجي صغير. يعني هذه طريقة سهلة خلاص. لأنا وزنت كامل الحبات والحشو هذا شكلته كما نقولوا هكا باش يجيني سهل. شكلته هكا دي بودان صغار هكا مستطيلات صغيرين. والعجينة ثاني كيف كيف وزنتها ودرتها كريات، خليتها كريات. طبعا كي نشوفوا رواحنا مطولين عليهم خاصة الحشو والعجينة نغطيهم مليح هكا بابي فيلم باش ما ينشفوش وما يضربهمش الهواء. والعجينة ثاني نفس الشيء. هاد لا ميزون بلاس يعني تساعدكم وتقدروا ديروها حتى قبل بليلة، توجدوا كيما هكا وغدوة من ذاك تجيبوا غير العجينة تاعكم والحشو وتبداو تشكلوا فيها. لانه على بالكم الحلويات التقليدية هذو يعني بنان بريزونطابل هايلين، لكن شوية يحكموا وليد لازمتهم لا ميزون بلاس توجدوا لهم مسبقا تجيكم يعني سهلة. ولا اللي عندهم يعني البنات في الدار هكا وعندهم المعونة، وحدة دير حشو وحدة دير عجينة ويشكلوا مع بعضهم ولا هكا راح يزربوا ويكملوا لهنا. لهنا بديت نشكل فيهم، حليت العجينة مستطيل حلوها رقيقة، حطوا عليها الحشو وكوروها على روحها. لهنا كنت نوزن في المول يعني الخشن تاع الحبة اسكو تجي في المول ولا لا. هنا كي نحبوا نشكلوها كاينه طريقتين. الطريقة الأولى تحكموا
هذه وراني نعبز لهنا، وراني نلض. تشكلوها، تحطوها في المول وتزيروها مليح، هذيك تكون رقيقة، تحطوها كيما هكا وتحطوا عليها الطرف الاخر هكذا، الطرف الاخر تحطوه وتزيروا شوية وصاي، والحبة تاعكم راهي واجدة. المهم كي تحطوها في المول زيروها مليح باش تدي شكل المول، ومن تحت تجي رطبة كيما المول. تحبوا تشكلوها في المول هذو تاع الحديد تحبوا ديروها بيديكم، لكن هكا تجي اسهل واسرع. ولا كانت الطريقة الاخرى يعني تجيبوا العجينة تاعكم تحلوها مستطيل كيما هكا، تعاونوا رواحكم بالكوبات هذه راح تعاونكم ياسر ياسر. العجينة حلوها رقيقة ودوروها كيما هكا باش من بعد تجيكم شغل هكا طبقات. هنا بعد ما تديروا البودة نتاعكم هذوك لازم تغلقوه مليحة، بعد نزيدو نكبروه شوية على حساب المول بهذه الطريقة. وجهة من جهة نحكموها نرقوها نعبزوها مليح نلظوها مليح حتى تولي رقيقة، ونشكلوها فوق البلون دو طرافاي بعد، ماشي كيما الاولى شكلناها في المول. هذه كي نشكلوها في البلون دو طرافاي تجي اسهل، لان هذه هي الطريقة اللي اعتمدتها، يعني كملت بها كامل حبات. ومن بعد نحطوها في المول واجدة، غير زيروها برك في المول خلاص تدي نفس الشكل وتجي هايلة. يعني قبل ما تحطوا الحبة في المول حاولوا تعدلوها مليح يعني وتجي كامل قد قد، ولا خدموها هكا في المول راح تجيكم سهلة خلاص. وكاينة طريقة، هذه طريقة تقليدية يعني اللي تعلمنا بها ويستعملوها يعني أخوات ياسر بهذا الشكل. جهة من جهة تخلوها مفتوحة وجهة من جهة تغلقوها وتبلاصيهم في بعضهم، تعدلهم كيما هكا وتحطهم في المول. يعني هذه الطريقة اللي ماهيش راح تستعمل المول ولا ما عندهاش المول، يعني راح تجيها سهلة وجهة ما تكون آخر من الأشكال الأخرى. بعد ما تكملوا كامل الحبات نتاعكم جيبوا هذا الكيردون ولا أي حاجة هكا تكون حادة وأثقبوها بهذه الطريقة هكا باش ما تنفخلكمش في الفرن وما يتبدل الشكل تاعها. الفرن كنت مسخنته على 180 درجة، شعلت لهم الفوق دخلتهم يطيبوا. من بعد كي طابوا نحيت لهم المول وحمرتهم بشعرة من الفوق شوية برك لون وردي. وهنا بعد ما تكملوا ديروهم تنقبوهم كيما هكا باش تحطوهم في البلاطو، ما تحطوهمش بهذا الشكل، حطوهم في بلاطو ماذا بيكم يكون مفروش بورق الخبز، وقلبوا البلاطو على وجهه. هنا ما تقيدوش بدرجة الحرارة، يعني درجة الحرارة كل وحدة والفرن تاعها، يعني المهم تكون درجة حرارة متوسطة وقل من متوسطة بشوية هكا يطيبولكم مليح ويطيبولكم يعني كيما تحبوهم. لهنا باش نشارككم كيفاش شكلت القرن غزال ولا الشارك. لقيت المقطع راح والله ماني عارفة وينه، لكن راكم على بالكم كملت تعرفوا يعني تشكلوه. شوفوا لهنا الفرق بين الطريقة الأولى والثانية. هذه الحبة اللي حطيتها من الفوق راهي الطريقة الثانية اللي قلت لكم كملت بها كامل الحبات، والأخرى الطريقة الأولى شوية يبان تقاطع هذاك تاع الحبات. اللي تحوس على طريقة تشكيل تاع الشارك راح تلقاه قبل الفيديو هذا، شارك مسكر فيه كل التفاصيل يعني بنفس العقدة، لكن العجينة مبدلة. هاي لهنا مانيش راح كيما نقولوا هذاك الشارك العريان هذاك مانيش راح نديرو بطريقة تقليدية كيما تزينوه بالكاوكاو إفيلي بعد قبل ما يطيب. انا راح نديرو بعد ما يطيب، لكن راح نديرو بشوية معجون. يعني العجينة راكم شفتوها طرية خلاص، وزيدي طريها المعجون. المعجون جبت كمية قليلة لهنا وخففتها بشوية تاع مظهر شوية برك ماشي حاجة. وبالبانسو نفوت على الحبة هكا غير من الفوق برك من التحت ما كان لها ندير لها، نفوت عليها هكا بالمعجون ومن بعد نلصق فيها الكاوكاو إفيلي. هذا كاوكاو ماهوش لوزة، كاوكاو إفيلي كنت حمصته شوية عطيته لون ذهبي اللي راكم تشوفوا فيه ولصقته من الفوق يعني، لكن ماهوش بالطريقة التقليدية.
هذا هو الاختلاف في الشرك العريان التقليدي. ولهنا الكعكات هذوك بالنسبة ليهم جبت كمية من الشوكولا ذوبتها، زدتلها هاد الكمية تقريبا زدتلها ملعقة تاع زيت، ملعقة كبيرة. يعني لهنا كي تزيدو زيت ما يهمش ياسر اسكو تزيدو ولا لا، لانه ماناش راح نديروه في الليمون تاع الشوكولا ولا الليمون الاخرين راح نقلاصيو به، يعني ما يهمش ياسر. زدت كمية تاع زيت وزدت كمية تاع الكاوكاو محمص مليح ومرحي متوسط، ماهو رقيق ماهو خشين، يعني ما غربلتوش، زدتو هكاك باش يجيني الكلاصاج نتاع الفيريرو روشي هذا يجيني مليح. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه والشكل اللي راني حابته. نبدا نقلاصي الحبات تاوعي لهنا باش تلصق الساشية، راح نقلاصيهم فوق كيس هكا بلاستيكي. درت كمية تاع الماء باش ما تحركليش الساشية كي نعود نقلاصي فيهم، يعني باش من بعد كي نقليسيهم تجيني كيما نقولوا تبقى لاصقة الساشية، ماشي انا نحرك في الحبة والساشية يتحرك. بعد ما وجدت كلش نبدا نقلاصي في الحبات. لهنا راح تعاوني هذه الفرشيطة اللي فيها زور، هذه تاع اللحم ولا يقلبوا بها اللحم، يعني تخلي الشوكولا تهبط وتحكم لكم الحبة مليح خير من الفرشيطة العادية. الفرشيطة العادية تحكم الشوكولا ويعني تعطلكم. هنا ما تبقاش شوكولا ياسر يعني تحصلوا فيها. ونحط الحبة هكا بعد ما نكون فضتها مليح من الشوكولا ونقليسيها. راكم تشوفوا الساشية ما تتحركش خلاص، مساعدتني في الخدمة. وهذه الفرشيطة مساعدتني في الكلاصاج، يعني هكا خاصة اللي تعود عندها كمية كبيرة راح يساعدوها لي تخيك هذو. لازم ديما ما تتعبوش رواحكم، يعني ديما خيروا الحاجة اللي تكون سهلة واخدموا بها. يعني نقترح عليكم الطريقة هذه وما اعرف ممكن كاين اللي تجيهم صعيبة وكاين اللي تجيهم سهلة وكاين اللي تعجبهم التدبير وكاين اللي لا. هكا مهم كامل الحبة تاعي نخليهم يديروا تلفت لي الهضرة، نخليهم ييبسوا. ونروح هنا كنت موجدة الشوكولا هذه، هذا المول تاني كنت شاركته معكم من قبل ولكن ما شاركته في مشترياتي، لكن ما شاركتكمش معاه هكا وصفات. اليوم ان شاء الله هاني استعملته. واللي وصوني على وصفات وطلبوا مني وصفات راني مانيش نسيتهم، راني كيما نقولوا غير الوقت برك. مهم انا جبت شوكولا بديت بها هي الاولى، استعملت لي موطيف كيما هكا حبيت ننوع لكم هذه. وكاينه قبعة التخرج وكاينه المهم هي عبارة على تهاني، والاخرى ديك اللي ما بغاتش تتنحى هذا مخرجتها من الكونجيلاتور، ما بغاتش تتنحى لانه كانت جامده ياسر. والمول شويه صعيب راهو تاع عجينه السكر ماشي تاع الشوكولا، العجل هذيك صعيب شويه باش يخرج. شوفوا دركا خليته شويه وراح يتنحى لي بكل سهوله. راني نساعد فيه برك باش ما تكسرليش الحبه، ماشي خاطرها الحبه ما بغاش تخرج، الشوكولا ما بغاش تخرج. نحطهم مباشرة هكا فوق الحبات بهذه الطريقة. الحبات مازالوا مهمش ناشفين مليح. المهم ماذا بينا قبل ما يشيحوا، واذا شاحوا لصقوهم بشوية شوكولا برك راح يلصقوا بهذه الطريقة. هنا كي عد شوية سخون الحال ما جمدوش لهليه وليت حطيتهم في الثلاجة بهم بالساشي تاعهم، حطيتهم في الثلاجة حكموا رواحهم شوية. وشوفوا لهنا الشوكولا هذيك يعني راح تتنحى لكم بسهوله. مام الشوكولا تاع الكلاصاج اللي قعدت درتها في كيس بلاستيكي ومن بعد غير نجبدها برك راح تتنحى كامله، يعني خير ما اللي نديرها في هذاك الشبكه هذيك. المهم لهنا نروحوا للتزيين. التزيين لانه شوكولا في شوكولا لازم نكسروا اللون هذاك بلون يكون ضوي شويه. جبت كمية من السائل المذيب، درت كمية قليلة، وجبت كمية من اللون الدوغي ولا الفضي ولا اي لون راكم حابينه. تخلطوا مليح وديروه شوية شوية خاطر هكا تخلطوا مليح وتبداو تزينوا به. السائل المذيب هذا هو
هكا يجي يتبع هكا. وهذا هو اللون اللي استعملته، اللون دوغي. هذا يخرج لكم دوغي دوغي، ماشي دوغي اورانجي هكا، ولا يخرج لكم دوغي تاع الذهبي بعد. ونبدا نزينو غير بشويه. لهنا استعملت بانسو رقيق خلاص، وزدت يعني قصيت في الشعرات نتاعو باش يخرج لي الكتيبه رقيقه. هو كاين وش اسمهم، اقلام اليمونتير هكا، اقلام غذائيه ولا الستيلو اليمونتير، حاجه كيما هكا. يجيو بالالوان، تقدروا تكتبوا بهم مباشره، يجيوكم ساهلين. لهنا راني نعاود على الكتيبه باش تجي تخرج مليحه ويخرج الشكل تاعها يعني واضح. اكيد التزيين هذا يحكم الوقت، ولازمتلو لا باسيونس والرجفه ولا. المهم هكا كي التزيين هذا كي يعود الواحد قاعد هكا في غرضه مكمل خدمته كامله، يعني يقدر يديرو. الفو با تكوني مزروبه وتخدميه باش ما تخرجيش على الكتيبه ولا تجغب ليه. بعد ما كملت هذيك الكتيبة حكمت البانسو، فوتو على شوية من كامل الحبة هكا توتاتو، غير شوية بك ضربته ضربات برك هكا باش يضوي الحبة ويكسر لي اللون هذاك. وهكا حطيتهم في الكيسات وحطيتهم في طبق تقديم. هذا هما المهم. الكمية تاع العجينة هذه راهي خرجت لي 40 حبة، 40 حبة تاع القرنغزل ولا تشارك، و40 حبة نتاع الكعكات هذو. راني المقطع قلت لكم ما لقيتوش. والحلويات الاخرين درتهم يعني للعيد وما كملتهمش، خليت حبات زينتهم بالطريقة هذه. وشوفوا لهنا هذيك الشابو تاع تخرج ثاني درت له هكا الخطوط باش يبان الشكل تاعو. وهذه هي حلوة اليوم، يعني جات هايلة سواء في الشكل ولا في المذاق. التكستير تاعها هايل، تحطوها في الفم دوب ذوبان. مش راح نقولكم جربوها بهذه الطريقة، يعني راح تجيكم اسهل واسرع يعني، وتتمتعوا ثم تطيبوا فيها، خاصة اذا عدوا هكا الحفلات التخرج والنجاح كيما الباك والبيام وحتى السنكيام. نقول لكل الناجحين في هذا الشهادات يعني مبروك عليكم، لعقبال النجاحات اخرى. واللي ما نجحوش السنة ان شاء الله العام الجاي يعوضوها ويديو بمعدل مليح. ضيروا رواحكم برك، والخيرات فيما اختاره الله. المهم هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم، نتمنى تعجبكم، تجربوها، خليوا لي تعليقاتكم، ارائكم، طلباتكم. نقولكم تهلاو في رواحكم، ولاقات الخير ان شاء الله، والسلام.